سلام سلام حبيباتي، واش راكم مكملين ان شاء الله كما تكونوا مليح كما راكم تشوفوا غالياتي. اليوم جبت لكم وصفه لاكاري واش البنات. جبت لكم معسلات من معسلات رمضان. كامل نحبوا الكريوش وصفه بزاف بنينه، وصفه قديمه وكامل نحبوها. نديروها في رمضان كمعسله، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. جبتها لكم بالشكل القديم. وصفه بزاف بنينه وتخرج ما شاء الله. نبداو بسم الله في المقادير. ما تنسوش البنات صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. هنا عندي 4 كيلات فارينه كما راكم تشوفوا. عندي كيلة غربع سمن. عندي 4 ملاعق ديال الجنان محمص ومطحون. هاوليك 4 كيلو 4 ملاعق عفوا. عندي قرصة ملح، ملعقة لافاني، نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية، خميرة تاع الخبز، ملعقة خميرة كيميائية، وحبة بيض نخلطوها مع ماء الزهر. نبسو كامل هذيك العجينة ومن بعد نطموها هكذا. نبستها كامل ومن بعد نطمها بالماء زهر، بالماء والماء زهر هكذا. طميت العجينه، خليها تريح على الاقل ساعه ولا ساعتين عندك الوقت. شكلتها هكذا على شكل 3 كويرات عفوا. ومن بعد راني نفتح في العجينه هكذا. البنات فتحوها هكذا، غلقوها على 3، ومن بعد عاودوا فتحوها وزيدوا كرروا هذه العمليه 3 مرات. ومن بعد نفتحوها هكذا رقيقه بلا ما نستعملوا الماشينه تاع البقلاوه. فتحتها هكذا رقيقه. ومن بعد تجيبوا ورقه ديروا 12/8، الابعاد تاعها 12/8، ونبداو نقطعوا هكذا بالورقه. ومن بعد نديروا خطوط بالجراره، 5 خطوط او 6 خطوط كما تحبوا هكذا. نديروا كامل هكذا بالجراره. ومن بعد تبداو تشكلوا الحبات تاع القريوش ديالكم. شوفوا كيفاش نديروا هكذا. ومن بعد تجبدوا هكذا ومن بعد ديروا هكذا. نورمالمون الصوره راهي تعبر، نعاود لكم حبه باش تفهموا. تفتحوها ومن بعد تجبدوا هكذا البنات. ان شاء الله تكونوا فهمتوا فقط كيفاش نقدروا نصنعوا الحبه تاع القريوش ديالنا. هايليك سهله البنات. نورمالمون الفيديو راهو يعبر عن نفسه. بعد ما نكملهم كامل نقليهم في زيت يكون غزير هكذا على نار متوسطه يدولكم هذا اللون، وتنحيهم ما تخليهمش يحمروا لكم بزاف هكذا دوغي. تنحيوهم ومن بعد تجوزوهم في حسيله ديروا لها ماء الزهر هذا مكان. ومن بعد نعسلوهم البنات ونقطروها ونديروا لهم قليل من الجنان. عجبتكم الوصفه حبيباتي؟ ما تنسونيش في كومونتير شباب كيما نتوما، لايك للفيديو. واللي ما كيش مشتركه في القناه نقول لك حبيبتي واش راكي تستناي؟ اشتركي في القناه باش يلحقك غير جديد ان شاء الله. نشكر ان شاء الله عفوا تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وفي الوصفه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.